كونتر اسبانيا. للاسف تلقاو ان الموقع ديما مبلوكي او ما فهمناش بحال تيقولوا لنا تذاكر صافي تخادوا. والمشكل ماشي غير عندي انا، عديد من الاصدقاء تنسولهم نفس المشكل، ما عرفناش تيقولوا الايادي خفيه، شي كاين اللي كيقول بحال بغاو يحاربوا الجمهور المغربي بحكم داك لا بريسيون اللي كيديروا على الخصم، بحال بغاو يقللوا من الجمهور المغربي ما يبقاش في الملعب، ولا ما عرفش شنو السبب في هذا الشيء. كاين واحد المشكل كبير دابا في قطر، كاين بزاف ديال الجمهور ديال قطر ولكن ما كاينش لي تيكي، وخاصه ان المغرب اول مره ثاني مره كيتاهل للدور 16 وخصنا نساندوا الفريق ديالنا. المشكل دابا ما كاينش لي تيكي وما عرفش واش الجامعه تقدر تدخل في هذا الموضوع ولا شنو، ما عرفتش شنو. يعني كنظن غتوقع شي مشكله، لا قدر الجمهور يمشي للتيران وما عندناش تيكي والتيران خاوي وما عرفتش. يعني نتمنوا يلقاو لهذا الحل في اقرب وقت. لان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله الأصدقاء والأحباب، تبارك الله على محبي قناة جبالك تاما تي في. كما شفتوا الإخوان، صراحة شي حاجة صعيبة باش تمشي حتى لقطر وما تجبرش التذاكر باش تدخل تفرج في المقابلة اللي غتكون ما بين المغرب وإسبانيا. هذه كتكون شي حاجة صعيبة وصعيبة بزاف. الإنسان باش يمشي كل واحد من يجا شي الناس طلعت من المغرب، شي مشاو من اسبانيا، شي جاو من فرنسا، شي من بلجيكا، كامل مشاو لقطر باش يتفرجوا في المقابله اللي غتكون ما بين اسبانيا والمغرب. وفي اخر المطاف كيتصدموا بان التذاكر تالت، ما بقاش التذاكر. قال لك كتدخل شي بلايص باش تشوف مباريات اخرين كاين تذاكر، ولكن المغرب واسبانيا ما كاينش تذاكر. واش بغاو يحذفوا المغاربه من التشجيع ديالهم وراء المنتخب المغربي ولا شنو؟ وجاو قال لك شي ناس من فرنسا وانتم عارفين شكون، شراو التذاكر تقريبا كامله وبداو كيبيعوها. قال لك ب 1000 د الاورو، 2000 د الاورو، كل واحد بشحال كيبيع. حيت الصراحه شحال من واحد ما عندوش ديك المبلغ هذاك باش يشري التذكيره. ودابا ان شاء الله غادي نخليكم مع الفيديوز اخرين تشوفوا وتسمعوا، وفي اخر ان شاء الله غتشوفوا الفرج للمغاربه اللي مشاو يتفرجوا المباراه اللي غتكون ما بين اسبانيا والمغرب. الحمد لله جاء الفرج. خليكم مع الفيديو هذا وان شاء الله غادي تشوفوا الفرج اللي جاء المغاربه اللي كاينين في قطر ان شاء الله. يا ربي خليكم مع الفيديوز اخر ورجعوا لكم بعد ان شاء الله. انا نتحمل المسؤوليه بهذه الكلمه ونتحمل مسؤوليتها. لا حققت هذا النهار ثلاث غادي تكون كارثه بجميع المستويات على جميع الاصعده من ناحيه الجمهور، حيت كلشي تيفكر بانه بيدخل التيران بيسيبورتي ما بتكون النتيجه، واخا يتشد. شتي كاين اللي بيدوز حراسه النظريه عندهم يدخل التيران. الناس الفيفا حنا راه عارفين الفيفا الناس المسؤوله ما تتحملش العرض، وعارفين المنتوج الكروي ديالهم اللي هو العالمي هو الصبليون. عارفين راه شتي في 2018 كما دارت معنا الفيفا لي زاربيط راه تعداو عندنا حنايا. لان علاش هما خصهم يوصلوا واحد المنتوج ديالهم ديال سميتو الكروي ديال الصبليون. حنا طالبوا من الناس المسؤوله ومن رئيس الجامعه خصوصا اللي تيسهل على الرياضه اللي هو مشكور سي فوزي القجع، لان الجمهور راه دابا كاينه تقريبا واحد 30,000 ديال الجمهور ما عندها التورق. عباد الله كون على يقين يا اخيرا نهار المقابله راه غادي يديروا شي حاجه، لان راه حنا كمغاربه راه طلعوا يمشيو دمنا سخون. كما وخصوصا الا كانت لاعبه المنتخب الوطني منين تيطلق السنتر راه تتولي فينا واحد 10,000 واط ولا هي 100,000 واط. ضروري راه اللي قدامنا ديك الساعه نضربوه ولا المهم حنا تنعرفوه هو ندخلوا للملعب. خصنا ندخلوا للملعب. راه الورقه هنايا اخيرات واصله 1000 اورو. واش عرفتي شنو هي 1000 اورو؟ 5000 ورقه راه ما منها والو. الناس كما خرجت الجامعه الملكيه واحد البلاغ دابا التصويره هذوك الصحافه اللي تيديروا دابا الباجات تحيه للصحافه كلهم، ولكن راه ما كاينش. كما انتم مشكورين دابا راه جيتوا لعين المكان، الجريده ديالكم راه جيتوا لعين سميتو لعين المكان راه ما كاين لا 5000 لا 10,000 ورقه. هذا نداء لفوزي القجع، الله يخليك السي فوزي القجع، تحمل المسؤوليه ديالك كرئيس الجامعه الوطنيه لكره القدم. تحمل المسؤوليه ديالك ووقف مع هذا الجمهور باش ياخذ تيكيت باش يدخل الملعب. انت هو المسؤول الاول على الكره المغربيه، تحمل المسؤوليه ديالك.
كما قلت لكم غتسمعوا فيديو جاء الفرج. هادشي هذا جا من الجامعة الملكية لكرة القدم، الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت التذاكر خاص للمغاربة. سمعوا هذا الفيديو هذا وديك الساعة نرجعوا لكم ان شاء الله يا ربي ونقوزوا الفيديو اخر وتشوفوا داك الشيء بالتوثيق، ماشي كنهضروا صافي كيتم بالدليل. بقاو مع الفيديو ورجعوا لكم من بعد ان شاء الله يا رب. في هذه المنافسات قامت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بتحركات مكثفة من أجل توفير التذاكر الإضافية. ومن جانبها وضعت الخطوط الملكية المغربية برنامج رحلات جوية جديد وتسهيلات على تدبير تذاكر السفر لتمكين المشجعين المغاربة من مساندة أسود الأطلس خلال مواجهتهم المقبلة يوم الثلاثاء المقبل بالدوحة. غنقوزو الفيديو اخر هذا من قطر كيوثق بان التذاكر راه كاينين الجاليه المغربيه المقيمه اللي كاينه في قطر واللي مشات باش تشجع المنتخب الوطني المغربي. غتشوفوا هذا الفيديو هذا وغتشوفوا داكشي بالتاكيد بان راه البي موفر للجاليه المغربيه، وديك الساعه نقول لكم الشروط اللي قالوا باش تحصل على هذه التذكره. سمعوا الفيديو. مبادرة من الجامعة الملكية المغربية كما كتشوفوا، مشكورين على هذا المجهود هذا. تذاكر فقط للمغاربة اللي كيتوزعوا بالمجان بعد تدخل الجامعة كيف ما كتشوفوا في هذا البث المباشر من هنا من أمام مركز الرئيسي لبيع التذاكر الخاص بالفيفا. الجامعة الملكية دخلت اليوم وبدات بتوزيع تذاكر على الجماهير المغربية وضربوا السوق السوداء. الحمد لله هذه المبادرة هذه مشكورين عليها اللي نفسات شوية الجماهير المغربية هنا الحاضرة بقطر واللي جات من مختلف أنحاء العالم. كما شفتوا الاخوان هذا هو الخبر المفرح للجاليه اللي كاينه في قطر دابا اللي مشات باش تشجع المنتخب الوطني المغربي. وجاو شي بلا ما نقول لكم شكون هما بان جاو وشراو التذاكر وبداو كيبيعوا المغاربه بواحد الثمن ما تقدرش تصوروا. سمعت واحد بانه واحد التذكره ديال المنصه وصلت 4000 ديال الاورو، 4000 ديال الاورو، والتذكره عاديه وصلت ل 1000 ديال الاورو حتى ل 2000 ديال الاورو. شي حاجه صعيبه. الناس ما جبروش التذاكر نهائيا، ما صابوش التذاكر. ولكن باش تشوف حنا المغرب والحمد لله قادر على كل شيء، والجمعيه تابعه المغاربه اللي مشاو يشجعوا المنتخب الوطني المغربي وفرت لهم التذاكر وباش تعرفوها اللي جات مزيانه وفرحت ديك الناس اللي كانوا معذبين بالمجان، ما يخلصوا حتى ريال تذكره بالمجان. وكما شفتوا هذا الفيديو هذا كيوثق بان راه التذكره بالمجان بلا ما تخلصها. وشفت فيديو اخر انا تذكره عطاو له تذكره ما خلص حتى ريال. شبروا التذكره اللي خصو يكون عندك باسابورتي مغربي، يكون عندك باسابورتي مغربي ويعطيو تذكره. قال لك بعض ديال الناس قال لك ماشي مغاربه وعملوا التشاكيطه ديال المغرب وجاو باش ياخذوا التذكره، ولكن ما عطاوهمش ديك التذكره هذه. قالوا لهم خصنا باسابورتي مغربي. اللي عنده باسابورتي مغربي كيدي التذكره بالمجان، واللي ما عندوش كيشوف في السماء. هادشي اللي كاين. والمغاربه اللي مشاو لقطر راه كاملين الحمد لله عندهم باسابورتيز ديالهم، كاملين عندهم باسابورتيز ديالهم. وان شاء الله غيكون التشجيع ديال الجماهير المغربيه اللي كاينه في قطر والتشجيع ديالهم وبالدعم ديالهم ديال الجمهور ان شاء الله يا ربي غادي ينتصر المنتخب الوطني المغربي. وكنتمناو ينتصر المنتخب الوطني المغربي. هادشي اللي كيتمناو مغاربه كاملين وكيتمناو العرب كاملين باش ينتصر المنتخب الوطني المغربي. وعلاش لا؟ الحمد لله عندنا لعابه في المستوى وعندنا مدرب عاود هو في المستوى. كنقدم لهم التحيه لا للمدرب ولا اللعابه كاملين.
شكرا بزاف على القتاليه ديالكم، شكرا بزاف على اللعب اللي عملتو زعما صراحه مع كرواتيا، مع بلجيكا، مع كندا. زعما قازوا مباريات مضخمين، فرجتونا، نشطونا، الحمد لله. كنا نسينا الكره المغربيه، ولكن الحمد لله رجعتوا فينا ديك الروح ديال الكره كما قلنا في شحال هذه. الحمد لله دابا رجعت الكره المغربيه عندها قيمه وكيهضروا عليها، العالم كامل كيهضر على الكره المغربيه، وهذا شرف المغاربه كاملين والحمد لله. وباش يكون فرحه كبيره ان شاء الله يا ربي، هو المقابله ديال غدا تكون في الصالح ديالنا ان شاء الله يا ربي، وننتصروا فيها ونخرجوا منتصرين. قولوا امين ان شاء الله يا ربي. تحياتي لكم الاخوان. كما شفتوا هذا الفيديو هذا اللي عملت لكم على حساب التذاكر، وشفت قرباله نايضه على التذاكر، بزاف ديال الفيديوز على التذاكر هادو، ولكن الحمد لله استجبت الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم ووفرت التذاكر للمغاربه اللي كاينين في قطر اللي مشاو باش يشجعوا المنتخب الوطني المغربي، والحمد لله هذا فضل من الجامعه. الحمد لله زعما ملي عملت هذه البادره هذه زعما صراحه كنشكروها بزاف، وكنشكروا بزاف على المغاربه اللي كاينين في قطر واللي يسمحوا في الاشغال ديالهم ومشاو يدعموا ويشجعوا المنتخب الوطني المغربي. تحياتي لهم، تحيه كبيره كبيره كبيره. وتحيه المتتبعين ديال قناه جبالك تما تي في، شكرا بزاف على الدعم ديالكم، وشكرا على الوفاء ديالكم، وشكرا بزاف على الناس اللي كيدخلوا جداد لعنا، ومرحبا بكم كاملين. تحياتي لكم والى فيديو قادم ان شاء الله. وغدا ان شاء الله غنكونوا كنتفرجوا المنتخب الوطني المغربي، واخا ماشي في قطر ولكن واخا من هنا غنشجعوا المنتخب الوطني المغربي. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.